الوظائف المستخبيه على ابورك وازاي تعرف تلاقيها قبل اي حد. لو دخلت على ابورك وكتبت كلمه ديزاين في السيرش، مبروك يا معلم، انت بقيت واحد من 1000 بني ادم او مليون كمان شاف نفس الوظيفه اللي 200,000 واحد شافهم غيرك. بس تعرف ان في وظائف نازله حالا وبتروح لفريلانسر واحد بس ومحدش غيره شافها. الوظيفه دي انا بسميها الهيدن جوبز، مش ظاهرين في السيرش العادي ولا بتظهر بسهوله ولا بيتشافوا بسهوله، وناس كتيره مش بتعرف توصل لهم. بس في الفيديو ده هقول لك على شويه حاجات بقى ممكن يزودوا فرصك في الشغل 3 اضعاف. يعني ايه اصلا الهيدن جوبز او الوظائف المستخبيه؟ مش كل المشاريع بتظهر للكل، في مشاريع بتظهر لفئه معينه على حسب البروفايل وعلى حسب الفلتر اللي انت بتستخدمه عندك على ابورك، وفي مشاريع انتشرت من دقايق وقليل قوي على فكره اللي بيلاقيها. وعشان بقى نعرف نجيب الوظائف ديت، تعال اقول لك احنا ممكن نعمل ايه. اول حاجه هي السمارت فلترز او الفلاتر الذكيه. عاوزك وانت بتبحث على اي وظيفه على ابورك اتاكد دايما ان هي لسه ريسنتلي بوستد، هتختار الفلتر دوت، وهتختار كمان ان اللي مقدم عليها اقل من 5 اشخاص. والتاني حاجه طبعا بتختارها ان الكلاينت يبقى بيمنت فيريفايد. بقول لك بقى على تريكايه ما حدش بيقولها، انا بختار من ضمن الفلتر بتاعي دوله معينه عاوز اشتغل معاها، سواء بقى انا كنت عاوز عميل عربي او عميل اوروبي. فميزه دوت ايه؟ لما انت بتلاقي العميل ده منزل الشغلانه للدوله ديت، هتلاقي تقريبا ان انت او 3 4 تانيين لما يكون مثلا عميل محتاج يشغل حد في مصر، الوظيفه طالعه لكم انتوا بس مش لحد تاني. النظام التاني نظام النوتيفيكيشن سيستم، ده لسه قادر انشاء من ابورك. النظام ده بيشتغل ازاي؟ بتعمل انيبل للنوتيفيكيشنز، وهتلاقي بس معلش الموضوع مزعج شويه، بيبعت لك على الايميل تقريبا كل وظيفه بتنزل على ابورك. هنا بتبقى ميزتها ايه؟ بتقعد تبص كل شويه على الايميل، والله ديت حلوه، دي مش كويسه، ممكن اقدم عادات او ممكن اقدم عادات. في حاجه انا بصراحه ما بحبش اقولها لحد لان هي بيكون فيها مخاطره كبيره قوي. انا بقدم احيانا على وظائف العميل بيكون مش عاوز يعين حد من الشرق الاوسط، وعاوز يعين حد من امريكا بس. بعمل ايه؟ مع ان ابورك بيمنع ان انا اعمل حاجه زي كده، او بينصحني لو انت هتقدم الكونكتس او هتقدم خطاب العمل ده، يعني العميل بنسبه كبيره هيرفضه. عاوز اقول لك انا بقول للعميل في الكفر ليتر بتاعي، انا عارف ان انا مش من اليو اس، بس انا شغال حياتي كلها في اليو اس مع عملاء من اليو اس، او شغال مع حياتي في عملاء في نفس الماركت ده، وحابب ان انا اشير معاك اكتر عن الاكسبيرينس بتاعتي. طبعا انا ما برشحش لحد زي كده الطريقه ديت، لان هي فعلا ممكن تضيع الكونكتس بتاعتك. انا بخاطر ليه؟ لان انا مثلا معايا عدد من الكونكتس كافي شويه، وممكن اجرب مع كلاينت او 2 بس لو الشغلانه فعلا تستاهل ده. الخطوه رقم 2 وهي الكلمات المفتاحيه الغير تقليديه. طب يعني ايه الكلام المعقد ده؟ يعني مثلا بدل ما تكتب في السيرش جرافيك ديزاين، خليك متخصص قوي. يعني ايه؟ يعني اكتب مثلا في السيرش بروشور ديزاينر، مثلا براند ديزاينر، او تيك توك، او مثلا انستجرام كاروسيل ديزاينر، وهكذا. ليه بقى؟ لان العميل نفسه هو داخل كاتب الحاجه اللي هو عايزها، مش داخل كاتب انا عاوز جرافيك ديزاينر، هو عاوز حد بيصمم صور مصغره لليوتيوب. فانت بتكتب باسم الحاجه اللي العميل نفسه بيدور عليها. والمشاريع ديت هتلاقي ناس قليله جدا بيقدموا عليها. وافتكر دايما العميل هيفضل يختار الشخص اللي مقدم بورتفوليو كويس حتى لو انت في اخر واحد في الليست. وهنا بقى بيفرق الشخص اللي جاهز وعامل فلتر ذكي يبعت له الشغل على طول. فلو انت بقى بتعتمد على البحث العادي على ابورك، فانت حرفيا بتتخانق على العيش الناشف. يا عم يعني انت سايب العيش الطازه رايح للعيش الناشف، اسمه كلام. انما الناس اللي بتوصل للوظائف المستخبيه ديت هم اللي فعلا بيوصلوا في الاخر لوظائف كبيره. حاول تفعل الفلاتر ديت وتغير كل كلماتك المفتاحيه، ودور بجد دايما خارج الصندوق، وشوف انت الفرق بنفسك في عدد الردود، وتعالى قول لي انت عملت ايه. ودي كانت تيبس اند تريكس محدش بيقولها على اليوتيوب الا العبد لله. السلام عليكم.